كلمتين عن شيكابالا يا جماعه. هكلمك كواحد من جمهور الكره المصريه، مش اهلاوي او زملكاوي. بالنسبه لي الصوره اللي انت شايفها دي كانت نقطه تعريف شيكابالا. ده مش انفعال، دي طريقه تفكير. شيكابالا بقى بالنسبه لي النموذج اللي بيجمع ما بين الصوت العالي والعقد والبطولات الوهميه. للاسف ناس بقت شايفه ان الشهره مبرر للسوقيه، وان قله الادب شجاعه، وان الاحترام ضعف. والاسوأ يجي واحد يقدم نفسه للناس كبطل ضد الفساد والظلم، وهو مثال صارخ للانفلات وعدم احترام الجمهور. طيب محدش يفهم كلامي غلط يا جماعه. لما يكون شيكابالا انت كزملكاوي بتقول عليه اسطوره، وطبعا شيكابالا لعيب مفيش اتنين يختلفوا عليه، بس لعيب يعني حطها في خانه، وكلمه اسطوره دي تدالي اللي يستحقها. بناء على ايه يبقى اسطوره؟ وحركه زي دي كفيله تمحي كلمه اسطوره من على اسم اي واحد لو احسن لاعب في العالم وحاصل على بدل البطوله 1000 و2000 بطوله. وتيجي انت النهارده تقول اسطوره؟ ياخد الحركه دي مسحت الموقف اللي عمله في احداث بورسعيد تجاه النادي الاهلي. ترجع انت تقول له اسطوره؟ باي حق اسطوره واحنا بنلعب في بلد غريبه، الامارات والوطن العربي كله والعالم بيتفرج علينا، وراجل لا احترم اب ولا ام ولا ست ولا راجل ولا عيل ولا كبير ولا صغير ولا الناس اللي في الاستاد اللي قدام منه ولا اي حد من اهالينا اللي قاعدين في البيوت وبيتفرجوا على التلفزيون. هتقول لي جمهور الاهلي شتم، هقول لك ما شتموش. طب شتموا، ده مبرر؟ ده مش مبرر. طب بذمتك ودينك وانا راضي ضميرك، دي الحركه دي وطريقه التفكير دي ينفع اقول عليه اسطوره؟ طبعا لا. بالنسبه لك للاسف يا جماعه احنا بنعمل اساطير من ورق.